السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل فطير بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ده بعد تجارب كتير جدا وجربت طرق كتير جدا. دي أسهل وأحلى طريقة بيطلع فيها الفطير مورق وطري وجميل جدا وطعمه حلو قوي، وما بياخدش منك أي وقت وبيتعمل بكل سهولة وما بيتعبكيش. يعني طريقة فرده وطريقة عمايله سهلة جدا. شايفين معانا الفطيرة عاملة ازاي؟ هنا كانت سخنة طبعا، بقطعها وانا هي لسه طالعة من الفرن. شايفين سخنة ومورقة ازاي، طبقات رقيقة جدا. شايفين الطبقات رقيقة خالص، مورقة ورقيقة وطرية. هنا معانا كيلو دقيق. هننزل، انا كنت عاملة كمية كيلو ونص، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكيلو. على ذرة ملح، هنقلبها. المية بقى ننزل بقى بالمية بالتدريج، ونكون حاطين على المية معلقتين سكر ونقلبهم في قلب المية وننزل عليها بالتدريج حسب بقى احتياج العجينة، يعني حسب كل نوع دقيق. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. هنفضل ننزل بالمية واحدة واحدة لحد ما نلاقي العجينة معانا ولا منها ماسكة جامد ولا منها لينة قوي، حاجة وسط كده. تمسكيها بايدك تحسي انها طرية معاكي كده، وبتاخد وتدي معاكي كده، بتبقى طرية. الفطير ما بنحطش عليه اي حاجة خالص الا شوية مية وذرة ملح ومعلقتين سكر على المية بس كده. شايفين معانا العجينة عاملة ازاي؟ تفضلي تحطي في الميه لحد ما العجينه توصل معاكي للسمك كده، تبقى طريه كده وطريه في ايدك عشان تبقى سهله معاكي في الفرد، لانها لو ناشفه هتتعبك في الفرد. نفضل نعجن فيها شويه حلوين بقى. نجيب بقى صينيه ونحط عليها شويه زيت، حبه زيت حلو كده حلوين. ونقرص بقى الفطير. انا هنكوره بقى كده ونحطه يرتاح شويه. يعني اول ما عجنتها قرصتها وسبتها ترتاح على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. شوفي تحتاجي بقى كام فطيره، بتحبي الفطيره كبيره بتحبي الفطيره صغيره، الطريقه دي بمزاجك بقى. يعني لو انت عايزاها الفطيره اصغر من الحجم اللي انا هعمله، تصغري التقريصه شويه. ونقلبها بقى وشها كده وظهرها في الزيت، ونغطيها بستريتش ونسيبها ترتاح شويه عشان ما تبقاش وشها ما يعملش معانا قشر. هنا غطيتها بستريتش وسبتها ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت بقى نكون معانا شويه زبده او سمنه، او شويه سمنه على زيت اللي يعجبك، او او زبده على زيت. هنجيب بقى صينيه كده ونحط عليها شويه زيت، وناخد معانا اول كرة. نفرد كده الزيت على الصينيه كويس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنفرد بقى كده اول كرة معانا. اتفتحت معاكي اتقطعت معاكي ولا يفرق، كل ده ما بيبانش ولا وبيتدرى، كل ده ما بيأثرش في اي حاجه. هنا اتقطعت معايا عادي، يعني ما بتفرقش. هنشدها بقى كده واحده واحده كده معانا. نخلي معانا الطبقه رقيقه كده بحيث انها شفافه كده ومبينه الصينيه من تحتها. نشدها معانا كده واحده واحده معانا بالراحه، بتفرق معانا بكل سهوله عشان العجينه كانت معانا لينه وطريه. طريقه سهله، متقعديش تكوري كتير ولا تحطي عجين في بعضه كتير، هي بس كورتين في قلب بعض. يعني هنفرد دي وهنطبقها، ونفرد واحده تانية ونحط دي في قلبها، وخلاص كده الفطيره كده معانا خلصت. شايفين بقى معانا؟ نفرد لحد ما تبقى رقيقة كده معانا خالص، تبقى مبينة شفافة كده، اتقطعت معانا عادي خالص، ما تفرقش معانا. نحط بقى الزبدة. نفرد بقى الزبدة كده عليها. مش عايزة تكتري زبدة ما تكتريش، يعني خليها مشيها عليها بس كده كلها، عشان لما تيجي تطبقها فوق بعض تبقى مورقة، والطبقات ما بينها مورقة. هنا بقى نقطعها بالسكينة كده من الجناب، دي اللي بتدينا بقى التوريقة لما بنلفها على بعض. هنحط بقى كده أول طبقة ونحطها فوقها كده، نطبقها واحدة كده وواحدة كده. دي اللي بيدينا التوريقة في الفطير. الطبقات اللي فوق بعض دي هي اللي بتدينا التوريقة بتاعتها. دي هنطبقها ونحطها على جنب، ونفرد واحدة تانية ونحطها في وسطها. كل ده عادي خالص، ولا بيبان ولا بيأثر في اي حاجة. فردت واحدة تانية برضو اهيت. هنحط بقى اللي احنا طبقناها في الاول في قلبها، وبرضو هنقطعها بالسكينة من الجناب ونلفها فوقها. كل الحاجات اللي احنا بنقطعها دي وبنحطها فوقها، دي اللي بيعمل معانا التوريقة بتاعة الفطير. ولا محتاج بقى تقعدي تعملي كور كتير عشان تعملي توريقات كتير، ولا ده بيديكي نفس النتيجة واسهل بكتير. انا جربت طرق كتير جدا، دي اكتر طريقة نجحت وظبطت معايا. هنلفها بقى كده كورة
ونحطها بقى في الصينيه ترتاح، لان ما تفردهاش دلوقتي، تسيبها شويه كده يجي نص ساعه ترتاح، وبعد كده تفرديها، لانك لو فردتها دلوقتي عمرها ما تتفرد معاكي. هنا سبتها بعد ما نص ساعه ارتاحت، شوفي بقى كمان بعد ما ارتاحت بقى تتفرد معايا بكل سهوله ازاي. هنا دي صينيه مقاس 30، يعني حجم الكرة اللي انا عملتها بياخد مقاس صينيه مقاس 30. طلع معانا الفطيره حلوه وسمكها حلو ويعني ما تبقاش ولا تخينه ولا رقيقه. هي بتفرد معايا بكل سهوله جدا عشان سبتها ترتاح. لازم تسيبها ترتاح بعد ما تعمليها كوره كده، تسيبها ترتاح شويه، وبعد برضو ما نبططها من كده نسيبها برضو ترتاح قبل ما نسويها. التسويه بقى بنشغل الفرن على درجه حراره، لو عندك الشوايه بتشتغل من فوق والفرن بيشتغل يعني اتنين مع بعض، شغلي الشوايه والفرن. لو ما بيشتغلوش مع بعض شغلي الفرن من تحت لحد ما يستوي معاكي واديله وش من الشوايه. واللي مش عايز تشغل الفرن خالص ممكن تعمليها على البوتاجاز من فوق، تحطيها في صينيه وتغطيها بغطا وتقلبيها على الجهتين. شايفين معانا عامل ازاي مورق ازاي، وطري بقى خالص مقرمش كده من بره وطري من جوه جدا. ولو عايزاه طري خالص اول ما تطلعيه غطيه باي حاجه هتلاقيه طرى كله من فوق ومن تحت. حاجه حلوه جدا، جربوها مش هتندموا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. جربوه ان شاء الله مش هتندموا.